السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة القروء. رمضان كريم على كل المتابعين وكل المشاهدين. واليوم سوف نتكلم عن كتاب مهم للغاية في الفكر الإسلامي الأصيل، الذي يعبر عن ذاتنا ويبرزها من ركام التصورات، ويأتي بمنظور يقهرها جميعا، أي يقهر جميع التصورات. وهو كتاب التوحيد، مضامينه على الحياة والفكر، للأستاذ رجا الفاروقي رحمه الله تعالى. والكتاب هذا يبرز لك التصور الإسلامي الذي هو التوحيد، ولكن يبين لك مضامين هذا التوحيد، أي ما يتضمنه على الواقع والحياة، وما يتضمنه أيضا على الفكر. والكتاب لجأ بأسلوب مكثف للغاية نحو القرآن الكريم ومقارنة الأديان والمعتقدات الأخرى، كما أنه ناقش الكثير والكثير من الفلسفات، مثل الفلسفة الطبيعية والفلسفة الشكوكية. والكتاب أقل ما أقول عنه أنه يلفت النظر لمدى عمق كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي للأسف اختزلت بالسلب في عالمنا الإسلامي كثيرا، فقليل منا من يفهم الشهادة، وإن فهمها فهم جزئي بسيط، وأسقطها على جزء بسيط من الواقع. ومن وجهة نظري أن هذا الكتاب أخرج هذه العقيدة من المسجد إلى الواقع والحياة والفكر. ولذلك أنا أرى أن هذا الكتاب مهم جدا لكل إنسان مسلم ولكل إنسان آخر، سواء كان على ملة أخرى أو كان ليس مؤمنا بالأديان، لأنه يتناول عدة أمور عقائدية ليست بالضرورة أن تكون من الدين، ولكن أيضا أن تكون مدخلا لهذا الدين. وهذه لمحة بسيطة جدا عن الكتاب المقروء، وأتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.